تعالي هقولك على المهم وركزي معايا قوي. الكبده بتتغسل، الكبده ما بتتغسلش، كلام كتير. انا بقى هخليكي تغسلي الكبده من غير ما تغسليها، هتخليها بتلمع بدون نقطه ميه فيها وتزفريها. بمجرد ما تنزليها على الطاسه هتشمي ريحتها ومن جمالها تكوني عايزه تاكليها. الكلام مش مترتب بس حاسه كده اني بقول شعر. بس هي تستاهل بصراحة. يلا بينا نشوف هنعمل الكبدة القمر دي ازاي بطعم وريحة لا يقاوم. وقبل ما ابدأ الفيديو انا اسماء طاهر، لو اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وما تنسوش اللايك، وضروري انكم تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اي فيديو جديد انا بنزله ان شاء الله. اول حاجة معايا الكبدة انا حطاها في مصفى وحاطة تحتيها طبق علشان اي دم كده زيادة ينزل في المصفى مش محتاجينه. تاني خطوة معايا ليمونتين بالشكل ده. هنبتدي ان احنا نعصر الليمونتين على الكبدة بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مش مستحب ان الكبدة تتغسل نهائي. الخطوة اللي انتوا هتعملوها دي هتغنيكم عن اي حاجة تانية هتعملوها. وبعدين معايا ده كان نص كيلو من الكبدة يعني 500 جرام. حطيت لهم معلقة كبيرة مليانة من الثوم المفروم، نص معلقة فلفل اسود، كمون، كزبرة فقط لا غير، وقلبناهم. شايفين نضيفة ما فيهاش اي حاجة. الدم فين؟ الدم اختفى، ريحتها تحفة والله، عايزة تتاكل وهي كده. دخلتها التلاجة لحد بقى ما اقطع الخضار بتاعي. خليتها في التتبيلة وغطيتها وحطيتها في التلاجة. هنا احسن حاجة للكبدة انك تقطعي ليها البصل في البتاعة بتاعة الشيبس دي، هيديكي السمك رقيق قوي، وهو ده اللي احنا عايزينه للكبدة، لان الكبدة ما بتاخدش سوا كتير معانا طبعا. وعندي كمان فلفلتين رومي وطماطميتين بالشكل ده قطعتهم برضو، ما يكونوش برضو تخان قوي. وعندي كمان التركة اللي بتخليكي تجري كده على عربيات الكبدة وتشتريها وتاكلي منها، ليا او دهن. بصي انا مطلعاه من الفريزر وهو جامد، ببتدي اقطعه بالشكل ده. يعني يا ريت لو ما عندكيش مفيش مشكلة، بس يستحسن جدا انك تعملي الخطوة دي، بتفرق. وبنقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ولا تخين قوي ولا رفيع قوي. كده قطعنا الكمية اللي احنا عايزينها. نيجي على نار عالية، هنضيف الطاسة بتاعتنا وهنحط لها معلقة من السمن، وهنحط كمان الدهن بتاعنا او اللي احنا مقطعينه مع بعض. خلاص ابتدوا ان هما يسخنوا معانا. نزلنا بالكبدة نضيفة زي ما شايفين، وزي ما وعدتكم الريحة طالعة مش قادرة اقول لكم هي عاملة ازاي، والله فعلا منتهى الجمال. جربوها وهتدعولي، واللي بيغسلها هيبطل يغسلها. هنبتدي ان احنا نقلب فيها بالشكل ده. خدت معانا اللون والصدمة. اول ما هتاخد معانا اللون والصدمة هننزل بالبصل بتاعنا تقلبتين كمان، وهنوطي وهنغطي وهنسيبها اللي هي تستوي. هنا رفعت عليها الغطا قبل السوا بشوية، ونزلت بالفلفل وتقلبتين برضو، ونزلت بالطماطم. وهي خلاص كانت قربت على السوا، يعني غطيت عليها يا دوب استوت، كان الخضار بتاعي وصل للقوام اللي انا عايزاه. هنا انا برضو مش عايزه القوام بتاعي يبقى مهري، مش عايزه الفلفل مهري او الطماطم مهريه او كده. انتوا لو عايزينه مهري وجوسي قوي هتضيفوا الطماطم والفلفل مع البصله لما تضيفوها زي ما تحبوا برضو، بس انا افضل كده. ودي بقى احلى طاسه كبده ممكن تاكلوها في حياتكم، هتعجبكم قوي، جربوها ان شاء الله. بس كده لا، احنا كمان عملنا سلطه طحينه كنت عملتها معاكم قبل كده. وهنبتدي نعمل سندوتشات علشان برضو الولاد يحسوا كده ان هم مبسوطين، لو هم في النادي مثلا او في درس او في كده. نبتدي ان احنا قبل ما يجوا على طول نعمل السندوتشات دي، ونبتدي ان احنا نعملها بالظبط زي ما يكون مشتريينها، ونحطها في شنطه بقى وكده، ونضحك عليهم وهياكلوا 100 100 يعني. وفي الاخر نقول لهم ده احنا اللي عاملينها. طبعا هيفرحوا جدا وهيقولوا لنا ان احنا مش عايزين من بره تاني، ويا مامي اعمل لنا على طول. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا بيه بقدر الامكان، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ولو عجبك ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب، وباي باي. اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.